أغلب الظن أن التساليت هي مسقط رأس الملك شيشناق الذي يحتفل الجزائريون كل عام بذكرى انتصاره على الفرعون رمسيس الثاني. شيشناق ما عاش في عهد رمسيس. الذاكرة الشعبية تتصور أن شيشناق كان في الجزائر، في الأوراس ولا في قسنطينة ولا في تلمسان، ثم أعد جيشا عرمرما واتجه به إلى مصر وانتصر على هذا خطأ. هذا شيشناق أولا هو شخصية فرعونية. تاريخيا ليس هناك علاقة بين شيشناق والتقويم الفلاحي. شيشناق ما راحش من الجي سونتر فوق العود لحق المصر وفتح مصر، ما راحش من بلاد قبايل ولا من الجي ولا من شلف ولحق تما بدا يقطع ضيسان وفتح ولا غزا ولا كيما سا سي فو صح سا سي فو. ولو انه الكلمه تاع يناير هذه جايه من يانياروس اللي ماخوذه مباشره من الرزنامه الرومانيه قبل جول سيزار. الشعوب والامم عبر التاريخ تؤسس تاريخها على الاسطوره، لكن فيه اسطوره جميله وفيه اساطير بائخه. حين يعترف مدير المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم الامازيغيه بان يناير موروث روماني، حين يؤكد الباحث الدكتور أرزقي أفراد وهو من هو تعصب لانتمائه بأن يناير تقويم فلاحي وشيشناق مواطن فرعوني لا علاقة له بتلمسان ولا بالأوراس ولا بالقسنطينة وبالضرورة لا علاقة له بجرجرة، وأنه لم يتقاطع زمنيا أي شيشناق مع أي رمسيس لأن بينهما قرون. وحين يصدح بها الدكتور محمد لمين بالغيث ويكشف زيف الششنقة ويقترح على مروجيها اختراع أسطورة أكثر مذغا أكثر قابلية. وحين تسخر الباحثة لويزا قاليز من أسطورة شيشناق العجيبة، نتساءل ببراءة من روج لششنقة تاريخ الجزائر في العام الفارط ليستعير من الحضارة الفرعونية جدا لأمازيغ هم أكثر امتدادا وشرفا من الفراعنة ومن الرومان. صدقا يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله به عدوه، والتاريخ إذا لم يحصن من التسييس ولعبة القبيلة سوف يمسخ الحاضر والمستقبل معا. فتاة من العاصمة صادفت في طريقها بالعاصمة أوبوليوس روماني، فدخلت معه في جدل حول عيده ولباسه وماذا يزرع هنا. اسمح لي، هاد لبسة تاع سانت اوغستا ولا شكون؟ أبوليوس. تبروف بلي يناير موروث روماني، ما هوني أمازيغينا عربي شمال إفريقي ورثنا على الرومان. يناير ما هوني عربيني أمازيغي موروث روماني بصح كنا نحتفلوا به كامل كسنة فلاحية. لو كان شبابنا عنده ثقافة ما يشاركش هذه المهزلة. هنالك علامات ومحطات فارقة في الحياة، إما أن تجهر بها وتقولها في وجه السلطان، وإلا فإنه سيكتب أنك شاهد زور على حاضر يزيف أمامك باسم الماضي البعيد دون أن تحرك ساكنا ولا لسانا. الأمازيغ حكاية حضارة وإنسان حر وأبي، وليسوا رقصة في ساحة البريد المركزي أو مسرحية في مدرسة مغبرة أصبح فيها للماء رب غير الله يسمى أنظار، هو رب الماء، أنظار دو من نعماء. ناهيك، وهذا هو الأخطر، ركن الحج فعل وثني ورثه الرسول صلوات الله عليه وسلم من أبا جهل مثلا كما قالها أحدهم. هل الحج إلى بيت الله هل حرام أم حلال؟ باش نقول لك نعرف مليح الموضوع هذا. يعني ما زالت العادات الوثنية اللي كانت تقول كان عادة وثنية من قبل، كان عادة وثنية. الكعبة وش فيها الحجر الأسود، يعني عادة وثنية ما فيها حتى. للأسف هذا ما انتهينا إليه، انتهينا إلى القاع.
المطر أصبحت له آلهة تدرس باسم الثقافة والتاريخ والانفتاح الموجه. وركن الحج في عرف مدير المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم الأمازيغية كان فعلا وطنيا، وكل ذلك حتى يبرر أمثال هذا المدير لأنظار ربوبيته على الماء. النتيجة: مقومات هذا البلد من دين ولغة وتاريخ وانتماء أصبحوا هدفا مستباحا للمغامرين في حقل الساسة والسياسة. والمهم فيما آل إليه المسخ والرضع من العصور الغابرة أن شجرة الخرافة التي أريد لها أن تغطي غابة من الإفلاس السياسي والرسمي أتت ثمارها وأكلها وحتى ذبحها، فبعد أن جعلوا من التاريخ رقصة ورومان وربا يدعى أنظار، فإن الأكثر وقعا ودجلا أن يتحول والي بومرداس إلى ذباح، فيما فاخر رئيس دائرة بالجلفة بحمضه النووي النقي عكس الآخرين. الديانة نتاعي أمازيغي 100%، لأنني مولود في منطقة لم تتعرض أبدا للاختلاط لا من الرومان. آخر حشرة تاع الرومان في ولاية الجلفة راهي في مسعد، وفي منطقتنا بعيدة عليا 8 كيلومتر. لا أظن أن الرومان لحقوا القبيلة تاعي، وبالتالي راني نفتخر جدا جدا جدا. رئيس دائرة معاقب جغرافيا يطعن منطقة عريقة ضاربة أطنابها في التاريخ كما وكيفا يطعنها في شرفها، ونورمال. فأنت في زمن المسخ وزمن الحمضيات والأحماض النووية يا مولاي. قوم الخلاط أوصلوا البلاد إلى التقاذف بالأحماض النووية لإثبات نسب بلد ولد مع بيان نوفمبره، لكن بعضا منه من تجار السياسة ومن قناصي الفرص أرادوه شيعا وقبائلا وزمرا. وحين يصل الأمر برئيس دائرة يمثل السلطة لهذا القاع من الابتذال والسفه، فإن على الدولة سلام. السؤال المعلق: في فائدة من تتحول الجزائر إلى دشرة تتقاذف لحمتها الوطنية أنسابها وأحماضها النووية؟ ما الهدف من هذه الطبخة المشبوهة لتفتيت لحمة الوطن مرة يوم حل الفيس محل الرب ليحاسب الناس، ومرة أخرى باسم تاريخ الأحماض النووية ومحاولة البعض في أن يكونوا مواطنين من درجة أولى فيما غيرهم درجة سفلى؟ الجهوية تضرب أطنابها، ومن رمى بلغم شيشناق الفرعوني شق بعصاه بدلا من بحر نجاة. لحمة وطن أصبح عرضة للتعصب المقيت، وكل بنسبهم يفاخرون. للأسف هذه هي الحقيقة. العملية نجحت والمريض مات. نخرج الآن من مسلسل صراع التاريخ وما تششنق فيه من أساطير وخرافات وصلت للأديان، ونحط الرحال فلكيا إلى مسخ، إلى سبيطار فلكي آخر، حيث الجنون كما المسخ فنون.